عايزه اقولك ان اخر يوم الخميس عملت لك فيديو وانا كنت خلاص خارجه، قلت اما اوثق مع كل لحظه. ده مهيد طبعا بيحاول يفتح البوابه وانا كنت خلاص لبست. ابو مهيد كان مستنيني بره، قلت اوثق مع كل لحظه. هنا كنت في الجبلايه اللي بودي فيها المهيد كيدز اريا، يعني بيروحها وبيترفه شويه عن نفسه. في ثانيه طور. حبيت اوريكم اللقطه. وانت جبت لي ايه؟ جبت لك 2 حواوشي من عند خلود. حبيبي حبيبي حبيبي. بصوا خلود على الحدود. حرمش منك. الساعة كام؟ الساعة 1. النهاردة الخميس، جاي من برا من شوية. فهناكل ايه؟ هناكل ايه؟ قال لي ناكل حوشي. قلت له خلاص ماشي. وانا ما بعرفش اكل حوشي من اي حتة خالص بصراحة. هو اكلني الحوشي ده مرة واتنين وتلاتة، خلاص انا اخدت عليه كمان. شفتوا؟ حاجة خاصة. بصوا المنظر، بصوا المنظر. حرمش منك. حلو. نمت بقى وصحيت الصبح بعد صلاة الظهر على طول. غيرت هدومي وخدت مهيد ورحنا عند ماما اقضي اليوم زي ما بقضيه كل مره. وطبعا لازم اوثق لكم لحظه، كل لحظه لازم تتوثق. حطي اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. انت مستنيه ايه؟ انا عارفه ان الفيديو مفيهوش اي حاجه غير خروج وكده، بس انتوا طبعا عارفين ان انا بحب اوثق معاكم لحظه بلحظه. وده مهيد كنت بوريهولكوا. الهوا كان مضايقه وكان كل شويه حاطط ايده على عينه. المهم عايزه اقولك ان انا كنت بوريكي ان انا خلاص ده كوبري اللي طالع للمنصوره، اللي هو اللي انا باجي من متغمر للبلد عندي. فكنت بوثق لكم كل لحظه. لو انت لسه معايا لحد الفيديو ده حطي لي دعوه حلوه من قلبك ليا. ويا رب يا رب يا رب يريح قلب يعني اي حد بيتفرج عليا بيسمعني بيشاركني بيعمل لي يعني بيدعمني. بجد كتر خيركم. وناس كتير قوي بتتفرج عليا وما بتقابلني بتقولي بجد انا مبسوطه قوي ان في ناس بتهتم بالتفاصيل دي والفيديوهات بتاعتي عجبتها. كلكم طبعا على دماغي، وانا مبسوطه قوي ان الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم. فانا انتوا عارفين ان انا يوم الجمعه ده بكون عند مامتي وخلاص انا مش بعمل اي حاجه في اليوم غير اني ممكن اروح هناك ما بقاش عارفه لسه الدنيا فيها ايه. فانا بحاول اصور لكم كل لقطه كده باخدها. اللهم صل على النبي. متنسيش تصلي على النبي في الكومنت قبل ما تخرجي من الفيديو. فرجع الفيديو قبل ما تخرجي حط اللايك واعملي لي دعوة حلوة من قلبك علشان الفيديوهات الجاية هتبقى احسن ان شاء الله. وكل فيديو بيبقى احلى من اللي قبله. وده مش كلامي لوحدي، ده كلام كل اللي بيتفرجوا عليا. انا مبسوطة قوي وربنا يا رب يقدرني واطلع قد الثقة دي وان انا ابسطكم واديكم معلومات مفيدة وحاجات مفيدة. الفيديو ده ممكن يكون اكتريته كلام بس انا طبعا مبسوطه والله ان انا عملت لكم حاجه زي دي. ان انا يعني بلاقي اي فرصه ان احنا نحكي مع بعض، واستنى رايكم في التعليق. بستنى رايكم جدا جدا لانه بيهمني وبيفرق معايا بجد. انا كنت خلاص دخلت على البلد. الطريق عندي ما بياخدش كتير خالص. ممكن من البيت اللي هناك يعني في سكه 10 دقايق على حسب بصراحة الطريق، يعني على حسب، بس المسافة مش بعيدة خالص. ثانية تلاقيني في البلد. انا اعتبر خلاص في البلد، بس انا لسه الدخلة الجاية. استنوا متروحوش في حتة، لسه الفيديو هيكمل. استنوا. بص بقى، ده المكان اللي عندنا اللي بيبقى في السوق. بيبقى السوق سبت واربع، او انا كنت موجودة هنا يوم التلات. ما السوق كان تاني يوم بصراحة، كنت انا مشيت خلاص. دخلت بقى البلد. بصوا بلدي حبيبتي. مهما كان الواحد برضو بيحب يرجع لأهله ويرجع لبيته. عايزة اقولك بقى انا دخلت غيرت هدومي ودخلت بقى ايه، خلاص بقى بعت
بعتهم يجيبوا لي فطار وخلاص، وايه لقيت ماما بقى بتقولي يلا خلاص فاعملي شاي معاكي، ودخلت عشان اعمل الشاي. انا عايزه اقولك احساس حلو لما بتفتكري ايام اللي انت كنت قاعده فيها في بيت اهلك، احساس جميل قوي لما بتقعدي تفتكري اي حاجه انت مريتي بيها في البيت، حلوه وحشه اي حاجه اي حاجه عامه، بكون مبسوطه جدا وانا مع اهلي عامه، بتبقى حاجه بتفرحني بصراحه. انا هنا كنت بوريكو ان انا خلاص الفطار كان جه. طبعا هم كلهم بيفطروا من الساعة 9، انا طبعا مش بتاعت الكلام ده. الساعة 9 ايه، انا رايحة لهم من الساعة 2 او الساعة 1، وساعات بروح الساعة 3. اعمل ايه قولولي يعني اتصرف ازاي، مش عارفة اغير نومي، مش عارفة اروح بدري زي ولاد عمي اللي موجودين، مش عارفة اروح بدري عشان اقعد مع اهلي اول اليوم. لا، انا بروح في الوقت اللي انا عايزاه وبمشي في الوقت اللي انا عايزاه، لان انا ما خدتش على الصحيان بدري. بس ان شاء الله ان شاء الله لاول ما اخد على الصحيان بدري هعمل لكم فيديو جديد 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 وغريب شوية. خلاص، لسه ما خلصناش لحد هنا، احنا لسه ما خلصناش. هروح بقى ايه اقعد بره لحد ما ايه الشاي يغلي. اول ما الشاي غلي كنت جايبه سندوتشات فول على طعميه، وحشتني قوي الاكله دي، وحشتني وحشتني وحشتني. الشاي بقى بتاعي وبتاع مامتي. ففطرت والحمد لله، وقلت اما اطلع بقى ايه يعني ابص بقى على البلكونه، بجد بجد حاجه مش قادره اقول لكم. انتي بتروحي بيت اهلك بتفتكري كل حاجه انتي عملتيها، بتشتاقي الايام اللي كنتي بتقعدي فيها في وسط اخواتك وفي وسط اهلك. بجد حتى لو احنا خلاص بقينا ستات بيوت وعندنا بيت، بيجي عليكي وقت، والله والله بيجي عليكي وقت غصب عننا. يلا شوفوا وشكوا على خير.